السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي إن شاء الله تكونوا بخير. فيديو على السريع إخوتي. اليوم راه نهار ثلج، الله يبارك. هاي الثلوج تصب في مدينة سطيف، الحمد لله يا رب. إخوتي في درجة البرودة المنخفضة جدا كما الثلوج، من المستحسن تكثروا العصافير الفيتامين سي اللي تلقاوها في البروكولي، البرتقال، الحار. نديرهم الحار. هاي إخوتي البارح كنت نديرهم الحار من ناحية ولا هنا. شوف اخوتي كيفاه ياكلوه اكل. ها هم ما يخليو، تقدر تقول غير القشرة، حتى البذور تاعهم ياكلوها بكثرة. هذا الحريق اخوتي سما ماذا بكم دائما ندير لهم سورس تاع فيتامين سي اللي هي برتقال، بومبليموس، الحمضيات، البروكولي، الفلفل الحار، خاصة الفلفل يعني يرفع من درجة حرارتهم اخوتي. ونتمنى ان شاء الله التوفيق للاخوة. اخوتي يعني على عكس الناس وش يقولوا، انا حوض الاستحمام حتى في الثلوج. هاو اخوتي والحساسين، كي تحب تستحم تستحم، كي تحب ما تستحمش ما تستحمش. كاين بعض الاخوة يقولك من المستحسن ما تنحي لهم حوض الاستحمام. انا العام اللي فات السلكة هذه الخارجية خليت لهم على مدار السنة وشني حوض الاستحمام بدلوا الماء تاعو يوميا اخوتي، باش كي يشربوا منه ثم التفادي يتبرزوا فيه ويزيدوا. هاو المال تاع الطفرة اخوتي الحمد لله تأقلم. هاو حتى في درجة برودة عالية. هاو الحمد لله يا ربي. نتمنى التوفيق لاخوتي ان شاء الله، والحمد لله كي عدتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.